مش شرط تكون مبدع عشان تتوصل لأفكار كرييتيف أو أفكار إبداعية. كل اللي محتاجه خدعة واحدة بس. اسمع الفيديو ده بس قبل ما نبدأ صلى على أشرف الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. معظم الناس بيعتقدوا إن الإبداع مشروط بامتلاك موهبة سحرية، لكن الحقيقة إن الأفكار العظيمة والأفكار الكرييتيف بتيجي من عملية بسيطة واحدة، وهي دمج الأفكار القديمة بطرق جديدة. تعال أثبت لك الكلام ده. عندك واحد زي ستيف جوبز ما اخترعش الشاشة اللمسية ولا التليفون ولا الإنترنت، بس جمع بينهم عشان يبتكر الآيفون. وشكسبير كذلك استعار الحبكات من قصص قديمة وعدل عليها وحط البصمة بتاعته عشان تطلع بصورة أحسن. حتى أينشتاين بنى النظريات الفيزيائية الخاصة بيه على نظريات فيزيائية موجودة قبل كده عشان يطلع لنا بنظرية النسبية. ازاي تعمل كده؟ او ايه الخدعة والحيلة اللي بيستعملها الاشخاص المبدعين؟ الخدعة هي تراكم الافكار، idea stacking. ايه هي بقى الخطوات اللي ممكن نمشي عليها علشان تشغل الخدعة دي؟ الخطوة الأولى: امتص المعرفة بلا توقف. اقرأ، شاهد، استمع. املى دماغك بمعلومات متنوعة، فكل ما كان عندك مواد أولية أكتر هيكون من الأسهل ربط النقاط والأفكار مع بعض. ولكن قبل ما تبدأ بامتصاص الأفكار المتنوعة حاول تبدأ بالإبداع، حتى لو حاجة بسيطة، لأنه مفيش فايدة لو كنت بتمتص الأفكار والمعرفة بس من غير ما تحاول تبدع أو تبتكر شيء بالمقابل. الخطوة التانية: دون الأفكار المثيرة للاهتمام. دون الأفكار حتى لو كانت تبان إنها غير مترابطة. فكرة بيزنس مثلا، حقيقة علمية، فكرة قناة يوتيوب، فكرة براند للملابس، لمحة عن شخصية معينة. دون كل حاجة بتيجي في دماغك. الخطوة التالتة: ابحث عن روابط غير متوقعة بين الأفكار اللي بتيجي في دماغك. اسأل نفسك ازاي أقدر أدمج الأفكار دي مع بعضها؟ ايه اللي هيحصل لو طبقت الفكرة دي على المشكلة دي؟ وهنا هيحصل الابتكار والإبداع. عندك مثلا واحد زي جيمس دايسون، أخد فكرة المكنسة الكهربائية ودمجها مع آلية الدوامات الصناعية عشان يطلع لنا بأول مكنسة بدون كيس. لاحظت حاجة في المثال اللي لسه قايله؟ إن الإبداع ما بيكونش عن الأصالة الكاملة، بل عن إعادة التركيب. لكن أفضل جزء في الموضوع إنك مش محتاج تنتظر الإلهام. كل اللي عليك إنك تستمر في تجديس واستلهام الأفكار، وابحث عن الروابط والتقاطعات بينهم. تقدر حرفيا تجرب ده دلوقتي. أنت مش محتاج موهبة فذة، أنت محتاج بس سيستم تشتغل عليه.